السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعتذر عن الصوت واحب اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، واهلا بيكم لاي حد جديد بيخش قناتي. النهارده هنعمل وصفتنا ايه؟ هنعمل الفلافل في البيت، فلافل المصري اللي هي بتتعمل بالفول المدشوش. اول حاجة هنعملها، جبت نص كيلو من الفول، فغسلته كويس مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده حطيته في المية وسبته يوم كامل. يعني انا مثلا جيت عملته النهارده العصر، سبته لحد تاني يوم بعد العصر اللي انا ما اشتغلت فيه. بس على مدار الوقت دوت انا كل شويه ببدله الميه، بصفي الميه بتاعته واحط له ميه نضيفه، بصفي الميه بتاعته واحط له ميه نضيفه، لحد ما جيت ان انا هعمله. عندي في الكبه بتاعتي حطيت جزء بس، يعني ما حطيتش نص كله، حطيت جزء بس بسيط. بقيت اعمل حبه 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 من الفول، وكام عود من البصل، وكمان عندي حزمة من الكزبرة. وبدأت بقى ان انا افرمها، وعندي كوباية الشاي اللي هي الخمسينة دي، مليتها مية، لقيت نصها مية بالظبط على نص كيلو. بقيت ان انا كل ما بحط جزء في الكبة ان انا بضربه، وببدأ بقى انزل عليها بجزء جزء. تمام. عملت اول بقى مره والتانية والتالتة وقلبتهم مع بعض. بعد كده عندي كيس من البيكنج باودر، حطيت يجي نص معلقه كده عليه، وحطيت كمان نص معلقه من الملح، وقلبتهم مع بعض. بعد كده جبت الأكياس بتاعتي، خلصت الكميه بتاعتي، وبعد كده جهزت الاكياس بتاعتي. يا دوب هم عملوا معايا 6 اكياس، يعني النص كيلو عمل معايا 6 اكياس. طب النص كيلو تحطي عليه قد ايه بصل اخضر بعنقه، وكمان تحطي عليه قد ايه كزبره. انا حطيت عليه ربطه من الكزبره وربطه واحده بس من البصل الاخضر، يبقى النص كيلو من الفول اخد ربطه من الكزبره وربطه من البصل الاخضر ورشه من الملح ورشه من البيكنج باودر، وقلبتهم وبتجهزيهم في اكياس او في علب اللي متاح عندك. وبعد كده بتدخليه على الفريزر وتستخدمي بقى زي ما انت عايزه. طلعي كيس، طلعي علبه بقى على حسب وجبتك. كمان بتقسمي الاكياس دي على حسب الوجبه بتاعتك، يعني بتعملي فيها قد ايه. انا بقى عملتها على نظام الكيس اللي هو بيتجاب، الكيس اللي هو بيتجاب ب5 جنيه من عند الراجل بتاع الفول والطعميه. بس فعملتها بقى الاكياس ديت. بس طبعا الكيس بقى ب5 جنيه بتاعنا احنا، طبعا بتعمليه في البيت احسن من بتاع بره بكتير. بتاع بره اصلا ما فيهوش اصلا معلقتين، وب5 جنيه الكيس دلوقتي. فانا قسمت بقى زي ما انا عايزه كده. طبعا بتقللي بتزودي على حسب عدد افراد الاسره، وعلى حسب ما انتي بتحبي تعملي كميه قد ايه. تمام. خلصت بقى الكميه بتاعتي، وبدات ان اربط الاكياس بتاعتي. عملت معايا 6 اكياس زي ما قلت لكم، ودي الكميه بتاعتي. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم، تعملوا زر الجرس للكل عشان يوصل لكم اي اشعار جديد انا بنزله على القناه، لاي فيديو جديد ان شاء الله انا بنزله. اتمنى التفاعل مع قناتي، والقناه دي ما بتكبرش الا بيكم، وانا بحبكم في الله. واشوفكم على خير فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.